السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم جبت لكم خبز باقيت ولا خبيزات محشيين. للوصفة واش نحتاج هنا؟ حبة بصل تكون كبيرة شوية، قطعتها شرائح، زدت لها 4 ملاعق زيت نباتي وشوية ملح وحطيتهم على نار هادئة يتقلاو، نخليهم يتقلاو مليح. بعد ما يبداو يدبالو راح هنا نضيف عندي هنا 2 حبات فلفل، قطعتهم على شكل مكعبات بالشكل اللي تلاحظوه امامكم. نخلطهم مليح، وهنا من الاحسن انه تكون النار هادئه كما قلت لكم هكذا باش الخضر نتاعي ما تتحرقش، وفي نفس الوقت تطيب في غرضها وما نضيف لهاش الماء، ما تشفليش وما تحرقش. وهنا من الاحسن ان نغطيوها باش هذاك البخار اللي يطلع في الغطاء نتاعي يعاود يهبط، وهكذا هو اللي يخلي لي هذيك الخضر تطيب. بعد ما بداو هنا يتقلاو ويدبالو مليح، زدت ملعقه صغيره طماطم مصبره، نخلط مليح ودائما كما قلت لكم نغطي. من بعد هنا زدت حبه طماطم مقطعه مكعبات، يعني تكون حبه متوسطه، ونخلطوا المكونات كامل. بعد ما زادوا تبلوا لي الخضر زدت شويه بابريكا وشويه فلفل اسود، طبعا اختيارات، تقدروا تزيدوا راس الحانوت واي توابل انتم تشتيوها. انا فضلت اني نضيف هادو فقط باش نحافظ على النكهه نتاع الخضر. وهنا بعد ما طابت لي هذيك الخضر نتاعي، يعني هنا بلا ما نضيف لها ماء، يعني حافظت هذيك الخضر نتاعي على البناء نتاعها. هنا في هذه المرحله بعد ما طابت تقدروا تضيفوا شرائح زيتون ولا فرماج ولا اللي بغيتو انتم. انا هنا خليته هكذا وخليته على جنب يبرد، وتقدروا كذلك تضيفوا دجاج ولا اي حاجه عندكم. ننتقلوا هنا الى الوصفه. عندي هنا نصف كاس حليب يكون دافي، نصف كاس ماء كذلك يكون دافي، وكذلك هنا نصف كاس زيت نباتي، وزدت هنا بيضة وشويه ملح على حساب الحاجه. نخلطهم مليح، يعني نخلط شويه. من بعد رايحه هنا نزيد نضيف ملعقة صغيرة متوسطة كما تلاحظوا خميرة الخبز، وكذلك ملعقة صغيرة سكر. نخلطها مليح حتى يذوبوا لي كامل المكونات نتاعي. من بعد هنا نزيد نجيب الكاس الاول نتاع الفارينة نتاعي، شوفوا هنا يعني كيف ما تجانس. حنجيب الكاس الاول نتاع الفارينة، السعة نتاعو 240 مليلتر، نحط الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني. طبعا هنا الفارينة على حساب النوعية نتاعها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انا هنا حطيت الكاس الاول وزدت نصف الكاس الثاني، لكن ونخلط. لكن هنا جاني مخصوص زدت الكاس الثاني كامل ونخلط مليح، يعني نطم لاباط نتاعي. زدت هنا الكاس الثالث حطيت منه شويه ونخلط مليح حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه. شوفوا هنا القوام اللي تحصلت عليه، يعني تكون طريه وطريه بزاف ومتماسكه. وهنا شوفوا يعني خدات لي 2 كيسان وحوالي ربع، يعني هنا الكاس الثالث ما اضفتوش كامل، اضفت منه شويه حوالي ربع فقط. بعد هنا غطيتها بكيس بلاستيكي وطرشونه وخليتها على جنب، على جنب تتخمر لي. هنا بعد ما ضاعف لي الحجم نتاعها، شوفوا يعني كيفاش القوام نتاعها جا شويه نوعا ما يتلصق، يعني ارتبط. نكسرها الخمور هذاك نتاعها طريقه تلاحظوا امامكم هنا. شوفوا هنا القوام نتاع ديك لاباط نتاعي جا نوعا ما شويه يتلصق، يعني هنا بعد ما خمرت لي، يعني هنا دليل على انها خمرت لي مليح. هنا راح نزيد نعاون روحي بشويه فارينه باش ما تلصقليش، يعني نحاول شويه نشيح هذيك لاباط نتاعي ماشي بزاف، يعني نبقى نحافظ على الطراوه نتاعها. وبعد هنا راح نقسم هذيك لاباط نتاعي، هنا قسمتها على 4 خبزات، وانتم طبعا قسموها على حساب واش حبيتو نتوما، يعني على حساب افراد العائله نتاعكم. انا هنا فضلت اني نديرها على 4 خبزات يكون هك شويه كبار. وطبعا كورتهم شكلتهم على شكل كريات، يعني بالطريقه اللي تلاحظوا. طبعا هنا بالنسبه اللي موالفين، يعني راح تكون سهله، والمبتدئات يعني بشويه، يعني مع الوقت راح يتعلموا كيفاش يكوروها. نكورهم كاملين. من بعد هنا نجيب صحن نرشو بشويه فرينه ونحط هذوك الكويرات نتاعي ونخلي وحده.
هنا نغطيهم هذوك الكويرات بكيس بلاستيكي كدا باش ما ينشفونيش، نحطهم على جنب ونبدا بالكويره الاولى. هنا راح نرش طاوله العمل نتاعي بالفرينه هكذا باش ما تلصقليش لاباط نتاعي. هنا نحاول هذيك لاباط كي نطرحها نعطيها شكل مستطيل. هنا من الاحسن انكم يعني تحط لها الفرينه مليح هكذا باش ما تلتصقش في طاوله العمل كي نطرحوها. هنا بعد ما طرحتها يعني حاولي سمك نصف سنتيمتر، يعني هكذا شويه ترقوها لانه فيها الخميره تطلع. بعد هنا جبت عندي صوص طوماط، خلطتها بشويه مايونيز، حطيتها هي الاولى كطبقه اولى. زدت هنا جبت هذيك الحشوه نتاعي وحطيت كميه. وكذلك هنا كانت عندي بطاطا مقليه على شكل مقطعه على شكل مكعبات، وزدت هنا فرماج، يعني هنا فرماج نتاع البيض كما تلاحظوا، وحطيت شويه. هنا تقدروا في هذه المرحله تضيفوا طو، ولا كذلك اللي عنده دجاج ولا اي حاجه نتوما، هذه تبقى اختيار، ولا تقدروا تخلوه كيما هكذا يعني حتى هكذا جا بنين وما شاء الله. بعد هنا حطيت، بعد ما حطيت الحشوه داك نتاعي، نجيب هذاك لاباط نتاعي ونغلفها بالطريقه اللي تلاحظوها امامكم. يعني هنا الصوره ابلغ من الكلام، فقط هنا نحاولوا نضغطوا على الاطراف. هنا اللي بغى يدخل كما شويه هو فيه نورمال، يعني ما تقلقوش لانه هذاك الهواء هو اللي يخليه يعطيه الخفه. هنا بعد ما طرحت الخبزه الاولى نتاعي حطيتها في صينيه كنت دهنتها بزيت. وهنا بعد ما كملت تلت خبزه نتاعي قاعده هنا جبت صفار بيضه وندهن فيهم. يعني هنا استعملت بيضة في هذه الوصفة. البيض حطيته في لاباط والصفار خليته هنا باش دهنت بيه. وهنا جبت حبات نتاع سانوج ورشيتهم فوقه، يعني زينت بيه. وتقدر هنا كذلك اللي عنده جنجلان يحط عليهم، تبقى اختيارية. ودخلت من الفرن، كنت سخنته على 200 درجة. ومن الأحسن أنكم نكون سخنتوه من قبل ونخليهم يطيبوا. كي يطيبوا له من تحت نزيدوا نشعلوا عليهم من فوق كي يحمروا لي وياخذوا اللون هذاك اللي كما تلاحظوها امامكم. هنا نجبدهم. هنا من الاحسن يعني انه الفرن يكون مسخن من قبل. وهنا بعد ما حطيته في صحن التقديم، شوفوا انا يعني قسمته على زوج، يعني ما شاء الله خبز بنين خفيف واقتصادي، يعني وما يشدش وقت طويل في التحضير نتاعها. يعني وجبة كاملة، يعني تقدروا تعتمدوها للغداء ولا العشاء، وكذلك تخرج كمية لا بأس بها. شوفوا هنا يعني راح برك نوري لكم يعني كيف ما جاء القوام تاعو من داخل، يعني جاء محشي ما شاء الله معمر وكذلك خفيف. هذاك لهوة خلاه يكون خفيف، وكذلك جاه هشوش ما شاء الله. نتمنى برك انه الصورة تكون واضحة. يعني هنا راح نقسم معاكم، شوفوا كما جاء من داخل، يعني خفيف يعني ما شاء الله. شوفوا هنا كي قسمته معكم جاه هشوش وطري ما شاء الله، في نفس الوقت معمر. كما قلت لكم هنا الحشو تقدروا تضيفوا طو دجاج اللي تحبوا نتوما. كذلك تقدروا تحطوا الفرماج رابي، يعني واش عندكم متوفر وعلى حسب الذوق نتاعكم. نتمنى هذه الوصفات تنال اعجابكم، وما تنساوش تدعمونا بجام وابوني للقناه هكذا باش تشجعونا من اجل عطاء المزيد. ونقول لكم سلام الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.